السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نادي الزمالك رسميا بطل الدوري المصري. بصراحة يستحقوه. طول الموسم كان بيلعبوا عايزين يعملوا حاجة. ألف ألف مبروك لنادي الزمالك. أنا اتفرجت على ماتش النادي الأهلي برضو مبروك، كسب 2-0. وفي الآخر خالص برضو 3 فرق الكبار هم اللي كسبوا. بيراميدز كسب 2-1. الاهلي كسب 2-0 والزمالك كسب 1-0. اتكلم دلوقتي عن ماتش الاهلي عشان ده اللي اتفرجت عليه. الاهلي بدأ نازل، الاهلي ضاغط، عايز يعمل حاجه، ضاغطين عايزين يكسبوا. كان من بدري، انت كنت فين؟ ومعلش الاهلي لعب اول 5 دقايق الدقيقه التانية على طول. اقول لك بس التشكيله الاول. التشكيله كان مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر: محمد هاني، ياسين وياسر وبالعمري، مروان عطيه وامام عاشور، وقدامهم الشحات وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي. الخطه كانت كويسه، هي دي الخطه اصلا المفروض تلعب بيها من اول الموسم. نزلت انت اول دقيقتين، انت ضاغط، انت عايز تجيب جون. هو دوت اللي حصل. كرة لبن شرقي في اول دقيقه، تروح لتريزيجيه يلعبها لبن شرقي، بن شرقي يشوطها ولكن تخبط في المدافعين وتضيع. جت منها ركنيه، الركنيه دي اتلعبت، راحت لمحمد هاني الناحيه التانية، محمد هاني يشوط دربكه، يخش تريزيجيه يحط ولا هدف الاول في اول دقيقتين. حلو، الاهلي نازل ضاغط، الاهلي عايز يكسب. الاهلي فاهم انت الضغط مع الجمهور وكده اهوت. اتفاجئت ان بعدها على طول تريزيجيه ضيع كورتين، جونين ايه ده؟ 3 كمان، استنى كده. ايوه، 3. تريزيجيه مضيع 3 اجوان في اول الشوط الاول. 3 اجوان لو كان ركز فيهم يعني كانت النتيجه ممكن تختلف. احنا اتحط علينا ضغط من بعد طرد ياسين مرعي. بعدها على طول الاهلي فضل يدافع. لعبت اول 5 دقايق ورجعت دفاع غريب. ده اللي انا استغربت منه، دفاع غريب. لو الاهلي كاتب، حتى هو الاهلي اول 5 دقايق كان كويس جدا، كان ضغط متميز. حتى الجون بتاع بن شرقي اللي ضاع، كان ضغط من مروان عطيه، ضغط بشكل كويس جدا جدا. فانت قمت فجاه 5 دقايق وقمت رجعت دفعت، ما تعرفش ليه. بعد كده اهوت الاهلي ساب الكره للمصري اهو، حتى كده الاهلي ساب الكره للمصري وبقى عمال يلعب على المرتده. طب انت مجهز مرتده؟ لا. وده بقى اللي انا استغربت منه، انت عمال تحدف وتشلح حالي وخلاص. احدف وشلح حالي، فاهم؟ انت بكملت بقى الموسم بقى، ما هو فاهم موسم زي الخرا، يعني هو موسم زي الخرا. فخلاص بقى فاهم، بكملت الموسم. بعد كده اهوت الماتش، كتبت الماتش محصور في نص ملعب النادي الاهلي قاعد بيدافع والمصري هو اللي ماسك الكوره عمال ينقل وبتاع ومش عارفه ايه. طب المفروض ده هو اللي يحصل من النادي الاهلي، المفروض تنزل توريني انك انت في ايدك انك هتعمل حاجه، فاهم؟ اديني نقطه ايجابيه للموسم الجاي. اتفاجئت ان ما فيش، للاسف ما فيش. بعد كده اهوت كتبت احنا بندافع ليه؟ يعني ده احنا كاملين بندافع ليه يا جدعان؟ لقيت ان احنا راجعين بندافع وعايزين نلعب على المرتده، والمرتده مش موجوده اصلا. مش موجوده النهارده. امام عاشور وبن شرقي خارج الخدمه، وحشين وحشين خالص، مش مركزين خالص. معاهم كمان ياسين مرعي ما كانش مركز. فانت مش عارف تطلع بالكوره، مش عارف تعمل المرتده. فانت صباح الفل يعني، انت رجعت تدافع عشان تلعب على المرتده، مش عارف تعملها. بعد كده اهوت كتبت بن شرقي عمل كميه ميس باص غلط. يا جدعان مفيش كده، مفيش كده. النهارده بن شرقي سيء، مش بن شرقي بتاع الماتشين اللي فاتوا، لا النهارده بن شرقي سيء جدا. عمل كميه ميس باص بطريقه فظيعه فظيعه. يعني يمكن ده حتى حصلت واحده كده في الشوط الثاني قبل ما يخرج، اداها الواد عندنا في ال 18، يعني بصال الواد بتاع المصري عندنا في ال 18. فما تفهمش ليه النهارده ما كانش مركز. بعد كده دوت كتبت مروان عطيه احسن واحد في النادي الاهلي في ماتش النهارده. يا جدعان تعالوا، كميه افتكاك الكوره وكميه هو اللي بيعرف يطلع لك بالكوره وبيحاول يعمل حاجه وبيلعب بقلب. هو وتريزيجيه، بس هو اكتر بصراحه بيلعب بقلب وبيحاول يطلع بالكوره فاهم؟ كميه افتكاك النهارده، كان شايل خط النص لوحده. امام النهارده طبعا خارج الخطمه خلاص، هو نسي الكوره، فاهمني؟ يعني انت بتلاعب لاعب هو نسي الكوره، فاهم؟ فانت بتلعبه ليه؟ خلاص يا صاحبي، ده لعيب نسي الكوره. خلاص يا تفكروا بقى، يا يمشي ويا ريته يمشي. خلاص خلصت يا باشا. النهارده مش عايز يلعب، مش عايز يلعب. ما علينا. بعد كده قلت ان مروان كان احسن واحد النهارده في النادي الاهلي، ومتهيألي عموما مع نهايه الموسم هو احسن واحد في النادي الاهلي في الموسم دوت. بصراحه عمل شغل كويس جدا جدا، مهدور حقه بطريقه رهيبه يا جدعان. بعد كده كتبت طرد بتاع ياسين مرعي. ياسين مرعي الطرد بتاعه يعرفك ان هو مدافع، معلش هو غبي. اللي انت عارف ان هو هيكسر بيك كده، تقوم داخل كده عامله حتى ده بتاع الكوبارسي بتاع برشلونه لما اتطرد منهم في دوري الابطال، هي بالظبط بتاعت ابن سيميوني لما لبسها له، هي. انت عارف اللي هو يقطم بيك كده فرمل، خلاص هو خلاص. انما انت تقوم داخل دي
طب فاهم؟ فادي اتطرد، الحمد لله فاول ما جاش، الحمد لله الجون ما جاش، بس انت المفروض حتى تبقى قاري الكوره. ضربه هو وياسر ابراهيم ضربه، الواد قطع من وراهم، فطرد مستحق طبعا وغشيم جدا جدا. وياس طرب كان المفروض يبدا اصلا بهادي رياض. هادي رياض احسن منه، احسن منه. محدش بيقول له كده ليه؟ معرفش. هادي رياض احسن من ياسين مرعي. الثنائيه المفروض تبقى هادي رياض و اسمه ده ياسر ابراهيم. فليه بدا بيه برضه ياسين مرعي؟ معرفش. ومستمر برضه في عمل الكوارث. حتى قبل ماتش الزمالك، الحلقه بتاعت قبل ماتش الزمالك، كنت عمال اقول يا رب يبقى مركز، علشان هو بيعمل كوارث غريبه، كوارث دفاعيه مرعبه يعني. بعد كده خرج حسين الشحات ونزل هادي رياض. طبعا حسين الشحات كان خارج متضايق، طبعا دي ليه حق يتضايق، لان يعني يعني فاهم، هو كان عايز يعمل حاجه. طرد طبعا جه على دماغه وقام شده. بعد كده كتبت طول الشوط الاول برده ما لعبناش 5 دقايق، وانتهى الشوط الاول 1-0 للنادي الاهلي. فانت ما جيتش، وطبعا اتحط عليك ضغط وانت مطرود منك واحد، الطبيعي انك هتنزل تدافع. نخش على الشوط الثاني. الشوط الثاني الاهلي طبيعي نازل هيدافع، مش هيهاجم طبعا، طبيعي يرجع اللعيبه كلها ورا. بعد كده كتبت ان امام وبرده بن شرقي زي ما بقول لك خارج الخدمه مش موجودين خالص. بعد كده شوبير شال واحده ريفليكشن كده عمل عليها اسمه رد فعل بطريقه كويسه جدا جدا. الواد دخل من الجنب من بتاع بالعمري، حاول يشوط كوره كانت رايحه كده قامت راحت كده ناحيه الضيقه، فهو عمل عليها ريفليكشن بطريقه كويسه جدا جدا. النهارده برده طلع الكرات الثابته كان بيطلع فيها كويس. النهارده برده كذا كره تشاط عليه على مصطفى شوبير وتفلت من ايده وربنا يستر ويلحقها، واحده ياسر ابراهيم شالها مع الخطا اقول لكم عليها دلوقتي. فبرده كان المفروض يركز، بس يعني الحمد لله. بعد كده دقيقه 60 كاتب الاهلي بيدافع بيلعب على المرتدات، بس انت خلاص انت مش في ايدك حاجه، انت رصيتهم ورا فاهمني. والمصري مسك الكوره بقى عمال ينقل بقى، كابتن عماد النحاس نزل لك كريم بامبو بقى فاهم انت، وانا هلبك جون فاهمني. بس الحمد لله ده ما حصلش. بعد كده كتبت نزول ديانج وخروج بن شرقي، ده تبديله صح. ليه ديانج كان المفروض ينزل؟ كنا عايزين نحاول نقفلها شويه، عايزين نحاول نسيطر شويه على خط النص، عشان زي ما بقول لك بن شرقي كان خارج الخدمه خالص. والمفروض اصلا في التبديله ما كانش يخرج الشحات، يعني هو خرج الشحات بتاعت هادي رياض، ما كانش يخرجه، كان يخرج امام ما كانش مركز خالص. كان المفروض يشد امام، ما يشدش الشحات دي خالص. بعد كده كتبت ايه؟ ياسر ابراهيم شال الكره اللي بقولك عليها من على الخط ديت. الكره يا باشا اتلعب من جنب، هي كانت اوف سايد، هي كده كده يعني الحمد لله كانت اوف سايد، بس الواد لعبها عدت من بين ايد مش عارف ما كوبري من مصطفى شوبير، ولكن ياسر ابراهيم دخل وعمل التاكلينج من على الخط وطلعها بشكل كويس جدا جدا. بعد كده امام عاشور كتبت عليه سيء برضو زي ما بقول لك، مش عايز اعيد نفس الكلام. كتبت هاني ممتاز جدا في الدفاع، النهارده عمل ماتش دفاعي كويس جدا. ليه؟ لان كان طاهر احلى، دي احلى حاجه في طاهر ان هو بيرجع يكمل دفاع، فتحس هو اللي كان الباك اليمين، وهاني ضم شويه على مين؟ على ياسر، فبقى مدافع ثالث معاهم. بصراحه عمل النهارده ماتش كويس جدا. برضه تريزيجيه عمال يعمل ارتو. انا زهقت ان هو كل ما الكره تجيله هعدل والارتو. ايه ده؟ في واحده عملها من نص الملعب كده في الشوط الثاني. يا عم تلعب مع الناس، يا عم العب مع الناس، ما تفهمش ايه ده؟ حتى برضه ديانج مش عارف دي هما كانوا مظبطينها ولا لا. امام عاشور مسك الكوره شويه ساعه البلن، بعد كده ديانج مسك الكوره، احنا كلنا قلنا خلاص ديانج كده كده ماشي، فيعني هيديها له هو يشوطها وبتاع. بعد كده هو دخل يشوطها، ما اعرفش دي مظبطينها ولا لا، بس كانوا يسيبوها لديانج فاهمني. هو برضه هو اللي شاطها عشان هو بينافس على هداف الدوري، متهيألي هو دلوقتي كده هو هداف الدوري، مش عارف سبق احمد ياسر ولا لا. فبرضه كل ما ياخد الكوره عايز يعدل ويعمل ارتو، بالعمري يطلع مش عايز يلعبها له. طب ليه ما العب مع الناس؟ لو لعبنا جماعي كلنا والله تبقى كويسه. هو بس خلاص موسم انتهى، هو موسم كارثي يعني. يا جدعان حرام عليكم، الواحد قاعد النهارده عينه في وسط راسه، يبص شويه فرح ان بيراميدز تتعادل 1-1 وحلو وهنروح افريقيا وبتاع فاهمني، واحد يا رب الزمالك فاهم انت يتعثر، ما تعثرش، وجات لهم ضربه جزاء عواد يصدها، مع ان انا شاكك فيها بالحاج انا والله، وهو داخل عمال اقول هتضيع حاسه هيضيعها وقام ضيعها فاهمني، وعواد صدها. ف ففاهمني فانت حرام عليكم ان انتم قاعديننا في اخر ماتش وفي اخر جوله كده مستنيين ده يقع. مثلا من امتى النادي الاهلي يا جدعان كان كده؟ من امتى النادي الاهلي قاعد مستني بيراميدز يقع والزمالك يقع ومستني هديه من سيراميكا؟ محدش يقول لي سيراميكا مفوت بقى ولا هو مش عايزين يلعبوا وبتاع. ما تعاتبش على حد، عاتب على فريقك، عاتب على فريقك اللي من اول الموسم وهو ابيض. عاتب على ادارتك اللي مش راضيه تجيب لعيبه وجايبه مدرب فني فاشل.
اسوأ مدرب فني دخل النادي الاهلي، اسوأ مدرب بجداره. فانت عاتب على الناس دي الاول، ما تروحش تقول لي سموحه دخل فيها جون وعملوا بيلن وبتاع. يا باشا ما تعاتبش على حد، عاتب على فريقك انت الاول، عاتب على مدربك، عاتب على ادارتك، عاتب على لعيبتك. لما انت جاي بتعاتب على الفرق التانية، خلاص ما تستنيش هديه يا باشا، هم كانوا يدوك الهديه وخلاص. خلاص وادوها لك ساعه ماتش بيراميدز، انبي اديتها لك ساعه ماتش بيراميدز، اكسب تبقى قده، كان الحوار هيختلف. طبعا ده بعيد طبعا بقى عن حوار بقى التحكيم بتاع السيراميكا النهارده، البيلن اللي اتحسب طبق الاصل بتاع سيراميكا، طبق الاصل بتاع السيراميكا. بص عليها، هي دي من فرق، من دي من ناحيه اليمين ودي من ناحيه الشمال. ايه بقى الفرق؟ يعني ده حكم عنده ضمير وحسبها، والتاني حكم يعني الله يسهل له، الله يسهل له. بعد كده اهوت الدقيقه 80 كاتب الاهلي ما عملش ولا كره خطيره، زي ما بقول لك قاعد بيدافع ورا، خلاص بقى فاهم انت هتقفلها يا باشا، انت مش هيخش فيك جون، انت بتدافع لان خلاص انت ناقص منك واحد، طبيعي ايه هتفضل تدافع. بعد كده كتبت مش عارفين نطلع بالهجمه، مش عارفين نطلع بالمرتده. خلاص انت ما عندك، انت شديت الحسين الشحات اللي ممكن يطلع لك بالهجمه، شديته ومخلي امام عاشور اللي هو خارج الخدمه اصلا، وزي بيقول لك بن شرقي خلاص خرج ونزل ديانج، هو خلاص قفلها. بعد كده ديانج هرب بواحده من على الجنب بيلعبها بالعرض، البيلن اللي بقول لك عليه، بيلن في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 87 على باهر المحمدي، هي بتاع السيراميكا، هي بتاع السيراميكا. امين عمر ده يا جدعان، ده حكم دولي راح كاس عالم ورجع للفار وحسبها، التاني ما حسبهاش ليه؟ الله اعلم، الله اعلم، مش عايزين نخش في نية الناس بس يعني الله يسهل. يخش زي ما بقول لك، ده مسكها شويه وده مسكها شويه وده مسكها شويه، ممكن عشان يشيلوا الضغط من على تريزيجيه، يخش تريزيجيه ويسجلها، يحطها في النص بشكل كويس جدا، و2-0 للنادي الاهلي. بعد كده نزول شكري وزيزو وتاكا وخروج طاهر وامام وبالعمري في الدقيقه 90 خلاص في اخر الدقايق، ونزلوا مع يعني خلاص في اخر الدقايق والماتش ينتهي، يفوز النادي الاهلي 2-0 على المصري. بعد المباراه زي ما بقول لك احنا ما لعبناش غير الخمس دقايق الاولانيين، بعد كده طول الماتش كنا بندافع. تروب كان المفروض ما ينزلش، ياسين مرعي كان المفروض هادي رياض هو اللي يبدا، لو هيخرج كان يخرج امام عاشور، ما كانش يخرج الشحات، وخلاص مع السلامه يا تروب. اخر ماتش الحمد لله اللي احنا مش هنشوفك تاني. ديانج بيقولوا خلاص انه اخر ماتش وداعا ديانج، يعني انا واحد من الناس انا كنت بحبه، مع ان يعني هو كان مستواه حبه في الطالع وحبه في النازل، بس انا كنت بحبه، فربنا يوفقه في اي حته تاني. وكده الدوري المصري خلاص انتهى، الدوري المصري انتهى، الزمالك الاول ب 56 نقطه، الف مبروك لكل اصحاب الزملكاويه والف مبروك لكل زملكاوي. افرحوا خلاص انت خدت الدوري. انا ما كانش ينفع الزمالك ما ياخدش بطوله الموسم علشان بصراحه هم تعبوا، ونهايه الكونفدراليه حصل معاهم سيناريو كده فاهمني عجيب، فهو خلاص هو بصراحه الدوري هم الاحق بيه، هم الاحق بيه. مش عايز اتكلم، مش عايز اخش في حته التحكيم واتكلم في التحكيم، خلاص يا جدعان كل واحد وعارف اللي عليه. الزمالك كان مثبت له حكم، والاهلي حوار سيراميكا وفاهم انت والحوارات اللي احنا عارفينها دي، وخلاص هو موسم كارثي. مش هجيب الغلط على بيلن ما اتحسبلناش، ما انا لو كسبان من اول الموسم مش هرجع ابص على البيلن ده. لو انا كسبان من اول الموسم ماتش ضد اللي كان مع اقرب والمطوشه اللي فاتتني، وماتش طلائع الجيش اللي خسرته والمطوشه دي، انا لو كسبان المطوشه دي مش هرجع ابص على بيلن، مش هرجع ابص على ما ثبت له حكم يا عم، مش هرجع ابص على كده. انت فاهمني؟ مش هرجع ابص على كده، فاهم؟ ثبت له حكم بيلن عليه ما اتحسبش يا عم، انا كسبان 3-0 مش عايز البيلن، انت فاهمني؟ انما خلاص هما الاحق بيه، خدوه ب 56 نقطه. بيراميدز ودي بقى اللي ضايقتني قوي، بيراميدز 54 خد المركز الثاني، وللاسف الاهلي يا جدعان اللي كان بيحط وكان بص كان صباح الفل، كان بيبقى بياخد الدوري زي السلام عليكم وكده، مش هيروح افريقيا الموسم ده غير لو الاتحاد الافريقي قال لك هنزود العدد، ولو هيزود العدد ممكن الموسم الجاي مش الموسم ده. فانت كده خلاص الاهلي الثالث ب 53 نقطه على الكونفدراليه. الواحد حزين بطريقه انا بقى ربنا. الاهلي بعد كل ده، بعد النجوم اللي احنا جبناها وبن شرقي وزيزو وامام وفام وتريزيجيه وكل ده، ما طلعش بده، طلع بدي، طلع باللي عنده قلب، طلع باللي بيحب النادي بجد. وعلى الكونفدراليه، هل هيمنع اصل بقى في ناس بقى معاقه بقى تقول لك ايه خلاص كده مش عارف ايه، هل ده يمنع ان احنا مش بنحب النادي الاهلي بنشجع النادي الاهلي؟ يا جدعان النادي ده بتاعنا، راح كونفدراليه هي بالدرجه تانية احنا بنشجعه، يعني في الكونفدراليه هنشجعكم ان شاء الله نخش وناخدها، لان الاهلي البطوله دي لازم ياخدها،
ما فيهاش كلام. اصل هتلعب لي البط الكيني، البط الكيني مش هتكسبه، دي تبقى كده مصيبه بقى، فاهم؟ يقول لك البط حتى عليك، مش هينفع، مش هينفع. فخلاص هنشجع في ظهر النادي، موسم وخلص، صفحه واتقفلت. عايزين الاداره تراجع حساباتها، عايزين الاداره تجيب مدرب فني عليه القيمه، ويا رب يكون مصري، يا رب يكون مصري. لان الاجنبي جاي والله اعلم، هاتولي حد اجنبي كويس، بس انا برشح المصري، انا برشح المصري. ومفيش قدامك دلوقتي غير علي ماهر، يا تجيبه يا تدور لي على واحد اجنبي بيفهم. ما تجيبليش زي السباك اللي كان عندنا، تجيب لي مهاجم. لا هو من قبل ما الموسم يبدا الاهلي عايز مهاجم، الاهلي عايز مهاجم، الاهلي عايز مهاجم هو كمان مره. الاهلي عايز واحد خط نص ديفندر مع مروان عطيه، عشان الراجل لو حصل له حاجه كتر الف خيره ديانج مشي. الاهلي عايز صانع العاب عدل، الاهلي عايز حاجات كتير يا جدعان. عدلوا في الاهلي، عدلوا، يا رب الاداره تشتغل، يا رب الاداره تشوف شغلها. يعني سبحان الله احنا الموسم دوت احنا واقعين في الكوره. تعالى اتفرج على الصالات بقى، الصالات احنا مكتسحين الدنيا فيها. بس هو النادي بيبقى مبني على كرة القدم، هو النادي بيبقى مبني على كرة القدم. النادي اوامانه باوامان كرة القدم، يعني مع ان الصالات مهدور حقها، بس يعني يلا يلا، هو موسم كارثي. واذا هرجع اقول الف الف مبروك لكل اخواتي الزملكاويه، وهارد لك يا جدعان لينا احنا كجمهور، كان نفسنا نفرح بس يعني يلا الحمد لله. وان شاء الله الموسم الجاي يبقى خير ان شاء الله، نخش ناخد الكونفدراليه. مش مقام الاهلي، هرجع اقولها مش مقام الاهلي، هناخدها هننبسط بيها عادي جدا جدا، بس مش هقبل ان انا اشارك فيها تاني خلاص بقى، فاهمني؟ يعني الدوري الجاي ده يبقى بتاعنا ان شاء الله. وان شاء الله اللعيبه تركز في الموسم الجاي، وان شاء الله نلاقي حاجه منهم الموسم الجاي، ويبقى عندهم دم ان شاء الله الموسم الجاي. كده تبقى انتهت الحلقه، ولو عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك رن الجرس عشان تشوفنا على طول. كان معكم محمد ماهر في برنامج كرة بالعافية، سلام.